السلام عليكم. يلا بينا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة شاورما اللحمة بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. عملناها مع بعض واحنا في المصيف، يلا نشوف عملناها ازاي بأبسط الإمكانيات. يلا بينا بقى كده نعمل الغدا مع بعض. هنعمل النهاردة فضل خيركم شوية شاورما. هنا معايا فلفل اسود، ملح، توم باودر، على بصل باودر، على بابريكا. هنتبلها وبعد كده هنرجع تاني نشوف ايه الخطوات التانية. هقلبها كده مع بعضها، هقلبهم كده مع بعض. محدش يقول يا جماعه ان الملح ومش الملح وده كده مش هيستوي، لا هيستوي، هيبقى زي الفل، زي يعني عادي جدا، مش شرط. انا طبعا مش عارفه اقلب كده، فانا هحاول اقلبها بايدي كويس وارجع لكم تاني. وهحط شويه لبن. انا هنا كده زي ما انتم شايفين حطيت تقريبا نص كوبايه لبن بس. ده عشان خاطر مش في البيت، انا في البيت بحط عليها توابل اكتر من كده كمان. بحط عليها توابل لحمه وسبع بهارات والكلام ده كله، وبحط عليها زبادي. بس عشان خاطر انا نسيت اجيب زبادي فحطيت، استبدلت بيه اللبن وقلبته زي ما انتم شايفين كده، سايباها تتبل شويه. وهنا معايا طماطم، بحب اعملها زي طماطم بيوريه كده، تبقى طريه. فهحط عليها ميه مغليه زي ما انتم شايفين كده، غليت ميه حطيتها. ببقى شايله طبعا من الطماطم الحته اللي هي فوق دي، وهسيبها بقى كده، اغطي عليها واسيبها لحد ما تطرى شويه. هخلص بقى الطماطم، عقبال ما الطماطم تخلص. معلش طبعا ده صوت يونس عامل لكم دوشه. هقطع الفلفل وبعد كده نيجي نشوف هنعمل ايه. كده جهزنا كده، قطعنا الفلفل بتاعنا بارد اللي هو الرومي والحامي. ومعانا هنا حزمة صغيرة من البقدونس، بتحلي صراحة الشاورما جدا. بعد ما بتخلص خالص بنحطها. يلا بينا بقى نولع على الجريل ونبدأ نشوف هنعمل ايه. يلا بينا بقى كده نحط الجريل بتاعنا. ده طبعا فرن كهرباء، بس اوعوا تقولوا في الفندق ان احنا جايبين بوتاجاز كهرباء. شكتم بكتم عشان خاطر انه اصلا مفيش هنا بوتاجاز. ثواني يا يونس، مفيش هنا بوتاجاز في الشاليه اللي احنا قاعدين فيه، لان ده شاليه 3 افراد. المفروض 3 او 4 افراد، في 4 افراد، بس طبعا احنا دافعين فرد زياده. المهم يعني في بوتاجاز في الشاليهات الكبيره، اللي هي الشاليهات الاكبر من كده. كده احنا بنسخن بقى الجريل بتاعنا، وبعد كده هنسمي الله ونبدا ان احنا نحط الشاورما بتاعتنا. هنحط زيت الاول. بصوا يا جماعه الجريل اهو سخن خالص خالص، بس ده اهم حاجه عشان الشاورما ما تنزلش ميتها. ابعدي شويه كده عشان ما تتسيبش. هجيب بس معلقه خفيفه عشان اعرف اقلب. هنسيبها بقى كده شويه شويه، وبعد كده هنقلبها بس لما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. هنقلبها كده ونسيبها تستوي شويه، وبعد كده نرجع لكم تاني. ومن هنا بقى اتولى الشيف بتاعنا الكبير سيد ابو مازن الشاورما. وده صراحه اول ما بيجي يتولى الحاجات دي بركن انا على جنب. ليه؟ لان طبعا هو استاذ في الشاورما وفي الحاجات اللي هي التيك اواي دي. بتعمل ايه بقى يا سيد دلوقتي؟ بعمل شاورما ابو حيدر. شاورما ابو حيدر، واو. بتتميز ايوه بالنعناع ايوه، والبقدونس يس اوف كورس. والطماطم البيوري، ايوه. ايوه. عامة انا عملت الطماطم. اعذرونا طبعا على المنظر، الزيت والكولمان والحاجات دي، بس زي ما انتوا عارفين عشان مصيف بقى كده. يا يونس بس، يا يونس بس، يا يونس. هو كده بيفضل يقلب ويشوح فيها كويس جدا. لمدة قد ايه كده سيد مثلا؟
هتاخد لها ربع ساعة إن شاء الله. ربع ساعة كده نفضل نشوح فيها. وطبعا هي متبلة، وبعد كده هو بيشوف هي محتاجة حاجة تاني ولا لا. لو احتاجت لأي توابل بيبدأ ان احنا نزود. هنشوف بقى ايه الخطوات الجاية وابقى اوريكم. هنا بقى كده بنوسع تشيل اللحمة كده وبننزل عليها معلقة واحدة توم، صح؟ كفاية صح؟ بس اديها تيست بس. يا تستك. طماطم زي ما احنا شايفين كده بنقشرها من القشر تماما. طبعا بيبقى القشر سهل ان هو يتشال بعد ما احنا حطينا عليها الميه السخنه كده اهو بالشكل ده. وبنخليها خالص خاليه من القشر وبنقطعها مكعبات بالشكل ده. هنا بقى كده هننزل بالفلفل ونسيب الخضره والنعناع اخر حاجه هنحطها، صح؟ ان شاء الله. هتشوح الفلفل الاول بعد كده تنزل. نديها تشويحة احنا الاتنين مع بعض. بعد كده النعناع والطماطم اخر حاجة. النعناع والطماطم اخر حاجه. اديت سنة خل صغيرة. تقريبا معلقه. معلقة ونص. هننزل كده بالطماطم. الطماطم يا جماعه طبعا مش بنعملها بيوريه طريه قوي، يعني يا دوبك بس زي ما انتوا شفتوني كده بسيبها بس يا دوبك 10 دقايق عشان اعرف اقطعها مكعبات بالشكل ده. ده كده شكلها. فاضل ان احنا بس هنحط الخضره والنعناع، صح كده؟ البقدونس خلاص في اخر حاجة ونطفي عليها وتعتبر جاهزة للأكل إن شاء الله. ان شاء الله. حط. النعناع يا جماعه ما بكترش فيه قوي لان هو كده كده نكهته قويه جدا يعني. انت كده خلاص يا دوبك هتشوحها وتطفي كده بالظبط تقريبا 3 دقايق. 10 ثواني 10 ثواني كمان عشان الخضره طبعا ما الخضره تتبلش. تبقى بالظبط ما تتحرقش عشان تفضل بالنكهه بتاعتها الطبيعيه تحس بطعمها. كده هنعملها بقى بعد كده سندوتشات بالسوري، البلاش السوري. هبوريها لكم بقى واحنا قبل ما ناكلها. اتفضلوا معانا يا جماعه والله. لو جربتوها صدقوني يعني مش هتبطلوا تعملوها ابدا في البيت. احسن واوفر واطعم واضمن من اي محل بره ايا كان. اكيد طبعا. هنبدأ بقى كده زي ما احنا شايفين نعمل سندوتشاتنا الجميلة. بجد نفسي اوصل لكم الريحة عاملة ازاي ولا الطعم، يعني اللهم بارك، فظيعة. كده حطينا الشاورما. طبعا في ناس كتير عادي ممكن ما تحطش كاتشب وتستكفى بالصوص بتاع الشاورما نفسه، بس بصراحة احنا بنحبها بالطريقة دي يعني. هحط كده الكاتشب بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش بقى ازازة الكاتشب كانت مقفولة وانا مخدتش بالي. هنحط بقى كاتشب كده بالشكل ده. وهنحط المايونيز. بجد الميكس ده رهيب، صح يا مازن ولا ايه رأيك؟ ميكس الشاورما بالكاتشب والمايونيز. ميكس الشاورما بالكاتشب والمايونيز. هنقفل بقى على كده. هنقفل واوريكم واحنا بنحمره على الجريل. وبكده نكون عملنا مع بعض احلى شوية شاورما، يعني اللهم بارك. مش محتاجه اقول لكم جربوا انتوا تعرفوا بنفسكم الطعم. هي يا نونس مفيش مره صور فيديو من غير ما تطلع انت فيه. بصوا كده حاجه عظمه العظمه. يلا اروح اكل بقى وبعد كده نكمل يومنا.